لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفرهرو مسلة نيويورك أو إبرة كليوباترا زي ما الناس بيسموها. على فكرة دي تسمية خاطئة، لأن المسلة دي لا علاقة لها بكليوباترا على الإطلاق. في الحقيقة المسلة دي بتاعت الملك تحتمس الثالث، أقامها حوالي 1400 قبل الميلاد، يعني قبل الملكة كليوباترا ما تتولد ب1000 سنة على الأقل. اتنقلت للإسكندرية في العصر البطلمي، وحطوها أمام مدخل أحد القصور البطلمية آنذاك. فين الموقع؟ نعتقد إن هو موقع محطة الرمل حاليا، وجايز جدا يكون هو ده السبب في إنها اتسمت إبرة كليوباترا. الخديوي إسماعيل عمل زي جده محمد علي باشا، هما الاتنين كانوا متعودين يقدموا هدايا من المسلات والآثار المصرية القديمة لحكام أجانب، وهو ده اللي حصل في القرن ال19. خرجت المسلة من مصر ووصلت حاليا إلى سنترال بارك في نيويورك. المسلة دي طولها 21 متر ووزنها 224 طن، طبعا مصنوعة من الحجر الجرانيت الأسواني. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.